نداء مباشر، ولكن السؤال الآن، لو أرادت فرنسا وكان لها النية أن تؤثر وتعيد رسم الخارطة، ما هي أدواتها المباشرة أو غير المباشرة؟ حتى لا يكون غير المباشرة موجودة، لكن المباشرة لا يمكن. لم تعد موجودة. المباشر لا يمكن نهائيا. لم تعد موجودة. لم تعد موجودة. كيف يمكن لفرنسا إلا إذا أعلنت احتلال تونس من جديد ودخلت بقواتها، وستجد مناضلين ومحاربين كما وجدت أجدادنا الذين دحضوا. وغير المباشرة؟ غير مباشرة موجودة بالضغوطات. يعني لا يجب أن ننسى وأن تونس أكسجينها الاقتصادي هو فرنسا. يعني حببنا أم كرهنا، يعني المبادلات الاقتصادية التونسية في أكثر من 60% مع فرنسا. وهذا مثلا من أهداف الثورة، وأنه الحكومات المتتالية التي ستأتي يجب أن تفك هذا الحصار الاقتصادي والتعاون الثنائي، وتعدد أنواع التعاون مثلا مع ماليزيا أو مع دول أمريكا اللاتينية أو مع الصين وروسيا، حتى نتخلص من العبودية والاستعمار الاقتصادي. فهذه وسيلة ضغط. عفوا، ما الذي يعني جعل مجرد تصريح من قبل مسؤول فرنسي بأن تونس لم تعد نموذجا جيدا للتحول الديمقراطي حتى يتم اتهام فرنسا بكل هذا الكيل بأنك وأنك وأنك وأنك؟ لأن هذا أليس يعني مقتل مناضل ومعارض سياسي مقدمة خطيرة لما قد تأويل الأمور؟ لم يقل هذا الكلام. لو قال أن مقتل الشهيد شكري بالعيد هو يعني نتاج عن كذا وكذا، والله ربما لا استمعنا إليه، لكنه هو ذهب إلى الخلاصة مباشرة وقال يجب على فرنسا دعم القوى الديمقراطية ضد القوى الظلامية وضد الفاشية الخضراء وكل الخطاب الذي سمعتموه وتعرفونه. فهذا دليل على أن هناك يعني ليس كلام اعتباطي، ليس كلام من محض المفاجأة أو العاطفة. فهذا مسؤول، هذا وزير داخلية دولة. ولو كانت فرنسا نواياها صادقة تجاه الشعب التونسي وتريد له الخير لبدأت بشقها المسلم من شعبها الفرنسي المسلم وحسنت ظروفه ولحاربت الإسلاموفوبيا قبل أن تتدخل في الشأن التونسي، ولحاربت العنصرية ضد العرب والمسلمين في فرنسا والذين هم أبناء فرنسا وليسوا فقط يعني مهاجرين، إلى جانب وجود المهاجرين. فلو كانت النوايا صادقة، لو رأينا من فرنسا هذا التصرف ضد الإسلاموفوبيا وضد العنصرية لصدقناها والله. طيب. لما تكلمت عن تونس. السيد جمال، مجرد تفضل. أريد أن أشير وأنه هناك حاجات مثلا نكتشف، وأنه هناك في الطريقة الغير مباشرة خيوط وأصابع ممدودة. فمثلا هناك مركز معروف يعني اللي هو اسمه الإبيماد، يعني مركز البحوث والدراسات للتعاون الاقتصادي مع الدول العربية وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يوجد فيه كثير من التونسيين كمفكرين وليس كسياسيين. هذا المركز كان يموله عزيز ميلاد الذي هو أحد رحمه الله توفى أحد يعني أباطرة النظام السابق، وكذلك اليوم يموله سهر الرئيس بن علي مروان المبروك. وهذه هي المقالة والرجوع إلى المصدر. ومن يترأسه وزيرة سابقة اشتراكية في عهد ميتيران إليزابيث غيغو. وأذكر وأن إليزابيث غيغو كانت الرئيسة لاتحاد النساء الصهيونيات الأوروبي. فيعني لا يمكن أن ننظر بعين البراءة لما نرى وأن نظرية الإسلام الفاشية الإسلامية أو الفاشية الخضراء هي من محض فكر حاخام الصهيونية برنار هنري ليفي، الذي ما إن ترى دبابة أظهرت أنفها إلا وهو جاثم عليها للانقضاض على العرب والمسلمين. فلا يمكنني بكل هذه المعطيات أن أصدق هذا الكلام. ثم هناك كذلك ما تم في ولاية الباجي قايد السبسي، والذي أعتبرها لما تم تعيينه وأنا إلى اليوم أبحث من عينه، لأنه رئيس الانقضاض على هذه الثورة. الباجي قايد السبسي هو الذي بدأ الثورة المضادة من موقعه كوزير أول، وأنا شاهد على بعض الأشياء. مثلا أعطيك هذا موضوع آخر. لا يعني لا مربوط بفرنسا. مربوط، تفضل لو سمحت. لا أنا ما أجيب بما أنه مربوط فتفضل. يمين شمال تفضل. هذا الموضوع خطير والسري، ولكنه خطير للغاية، والآن لم يبقى سري لأنه نشر في المغرب كونفيدنسيال، يعني المجلة الإلكترونية. الإلكترونية. هناك مستشار
أمني فرنسي اسمه برنار الفيتوسي، وهو فرنسي وتونسي الجنسية والأصل. هذا كان مستشار من كبار رجال الاستخبارات الفرنسية. لأن الوقت انتهى فقط. نعم. تمت دعوته من الصيد لحبيب الصيد وزير الداخلية ومن الباجي قائد السبسي، وهو بنفسه قالها لي في احتفال نظمته السفارة الفرنسية. قال لي بالحرف الواحد بعد كلام عن إذاعة ميديتراني وغضب: أنت تعرف أنني أحسن منك، لأن بابا الباجي يعني أبي الباجي دعاني لأرتب بيت وزارة الداخلية التونسية حتى أغير العقلية فيها من وزارة إرهاب للشعب إلى وزارة أمن للشعب. وهذا الشخص معروف إذ أنه هو المنسق العام للمشاكل الأمنية بين فرنسا وإسرائيل بصفة رسمية كمسؤول أمني فرنسي. فأنا أتساءل لما أنت وزير أول وتدخل هذا الفرنسي في قلب وفي عرين وزارة الداخلية، هناك تساؤلات. هذه الطرق الغير مباشرة.